عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ام احمد؟ أهلا يا دكتور. ربنا يحفظك، اتفضلي. أيوة أنا بص حضرتك معايا بنات، 3 بنات. حضرتك منين اول يا استاذ احمد؟ نعم؟ حضرتك منين؟ من البحر الأحمر. يا اهلا وسهلا بأهل البحر الاحمر. أهلا بيك. فعندهم نقص في الصفائح، هل البلح يعني ينفع؟ يا ام احمد معلش بس عشان اقدر افيد حضرتك بالظبط. اه. الكل ولادك كده ولا انت عندك كام ولد لا الاول؟ هم 3 بس. ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويشفيهم لك. 3 الله بنات. يخليك. كلهم مولودين كده؟ لا هم 3 بس. طيب اعمارهم ممكن اعمارهم؟ واحدة عندها 24. 24 سنه. واحدة عندها 20 وواحدة عندها 17. 17 سنه. عندهم نقص في الصفائح الدمويه ها؟ ايوه. نقص ورحت بيهم ابو الريش ورحت مصر ما خليتش يعني. بص يا ام احمد ان شاء الله باذن الله عز وجل بامر الله وبقدره الله عز وجل اقول لحضرتك على وصفه، بس يا ريت تكتبيها ويا رب يكون عندنا وقت نقول لك الوصفه، بس باذن الله تكتبيها والله الله يكرمك. وان شاء الله باذن الله الثلاث الجاي لا اللي بعده هتتصل بيا تقولي اولادي بقوا كويسين وجزاك الله خير، واسال الله عز وجل ان يتقبل مني وان يجعل عملي خالص لوجهه الكريم لا رياء فيه ولا نفاق، اللهم امين رب العالمين. ناخد استاذ ابراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ابراهيم ازيك يا استاذ حسن؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك اتفضل. فيك يا رب. كل سنه طيب الاول. وانت طيب وبخير وبسلامه يا رب. الله يبارك فيك يا رب. وحضرتك عايزين نسال بالنسبه للكهرباء على المخ. السن كام؟ بنت اخويا عندها كهرباء على المخ وبنعالجها من وهي عندها 2 سنين. انت حضرتك منين يا استاذ ابراهيم الاول؟ من الزقازيق. يا بلدياتي يعني. ان شاء الله يا شيخ. يا اهلا وسهلا بيك يا استاذ الله ابراهيم. يبارك فيك يا رب. الله يخليك. طيب سنها كام سنه يا استاذ ابراهيم؟ نعم يا شيخ. سنها كام سنه؟ عندها 9 سنين. 9 سنين. طيب خدت اغراض زي مثلا ديباكين او كده؟ خدت ديباكين يا عم سيد؟ ديباكين؟ خدت ديباكين؟ خدت ديباكين. حاضر حضرتك يا ريت بس تكتب ورايا وان شاء الله عز وجل يعني ببشرك ان شاء الله عز وجل لو هتعمل اقول لك عليك باذن الله وبقدره الله عز وجل بنت يعني ان شاء الله في رمضان الجاي كده تبقى احسن ان شاء الله كويسه جدا. ناخد استاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد الله يبارك فيك يا دكتور والنبي ربنا يكرمك يا دكتور. ربنا رب يحفظك ويبارك فيك. اتفضل. انا بقالي 7 سنين عندي اكزيما في كتوف ايديا. عندك ايه؟ اكزيما في كتوف ايديا. اكزيما. هقول لحضرتك حالا دلوقتي على طول ان شاء الله اقول لك علاج الاكزيما. عندك حضرتك كام سنه؟ انا 59. 59 سنه. ربنا يا رب يديك الصحه يا رب ويحفظك من كل سوء. حضرتك منين؟ من حلوان يا بني. يا اهلا وسهلا بأهل حلوان. حلوان بلد ولا حلوان نفسها؟ حلوان الحمامات. يا اهلا وسهلا بيك. ربنا يا رب يكرمك ويبارك فيك. اللهم امين. والنبي يا شيخ انا تعبت من الدكاتره كلها وماشي بالكورتيزول، يعني لو في حاجه تريحني ربنا يكرمك. ان شاء الله نخبط على باب الملك النهارده ونلاقي لك علاج عنده ان شاء الله. نخبط لك على باب النبي عليه السلامه على باب ربنا واقول لك على حاجه ان شاء الله باذن الله. مش هقول لك يوم الثلاث الجاي، لا ان شاء الله يوم الجمعه الجايه هتتصل بيا وتقول لي جزاك الله خير انا بقيت كويس الحمد لله. في اتصالات ثانيه؟ طيب نرجع تاني ليه بس بسرعه. عرفت ننزل التمر والسائل المنوي. قلنا ان التمر يحتوي على كميه كما سبق ان ذكرنا على حمض الارجين، حمض الامين اللي هو الارجين، وهو من الاحماض الامينيه الهامه التي تدخل في تركيب السائل المنوي وسائل غده البروستاتا، وكذلك يحتوي على الفوسفور وهو ايضا من مكونات السائل المنوي. بسرعه نقول يا ريت ننزلها باجي دلوقتي لغايه ما ناخد الاتصال. السلام عليكم. طيب ناخد بعد كده عندنا التمر ومرضى السكر الذين يعانون من طب مش هنكمل موضوع الحلقه النهارده ونرد على الاتصال بسرعه عشان وقت البرنامج قرب يخلص. الاستاذ شوقي من العريش كان بيتصل عشان خاطر موضوع العقم. هنقول دلوقتي يعني وصفه سريعه ان شاء الله عز وجل لعلاج العقم ان شاء الله عز وجل، والحلقه الجايه نقول الوصفه الثانيه والثالثه والرابعه وان شاء الله عز وجل. يا ريت بس الاستاذ سيد حوت يمدنا شويه بس في الوقت ولو 10 دقائق كمان ربنا يبارك عشان الناس اللي اتصلت دي وخسرت فلوس. الاستاذ شوقي هقول لك هات الوصفه دي وان شاء الله هتحسن عليها جدا. اول حاجه هتجيب 50 جرام شيش زلوع و25 جرام بذر فجل و25 جرام بذر جرجير و25 جرام بسباسه و25 جرام بهمن احمر و25 جرام بهمن ابيض و25 جرام ام الف ورقه و25 جرام ايكر و25 جرام عود قرح و25 جرام عرق جناح و25 جرام قلنا البهمن قبل كده. حضرتك هتجيب الخلطه دي كلها وتطحنها على بعضها وتاخد معلقه على كوبايه ميه وتغليها كويس وتشرب مره على الريق ومره قبل النوم، بس يا ريت قبل ما تاخد الخلطه تحلل في معمل يكون موثوق منه، وبعد بالظبط حوالي 45 يوم هتحلل تاني هتلاقي فيه تحسن ان شاء الله عز وجل. هتكلمني هقول لك على الوصفه اللي بعد كده. يعني مثلا لو انت عندك 3 مليون 4 مليون 5 مليون هتحسن ان شاء الله عز وجل. كان عندنا معانا اتصال من المنوفيه من الاستاذ عصام كان بيسال عن موضوع عنده جرح
تحت عينه كده، في حاجه اسمها جل نادر يا استاذ عصام، هتجيبه وتغلي منه وتشرب وتدهن بعسل نحل ان شاء الله عز وجل خلال شهر بكتير وهتبقى كويس جدا باذن الله عز وجل. الحاجه فايزه كانت بتسال عن موضوع الكبد وان شاء الله نرد عليها الحلقه الجايه. الاستاذه نوره كانت بتغسل بقى لها 11 سنه وبعدين عملت زرع كلى بقى لها 11 شهر وبتسال هل التمر بيأثر على الكلى؟ لا بالعكس، ده هو بينشط الكلى لانه بيقوي جهاز المناعه بكثره ان شاء الله عز وجل. ممكن حضرتك تجيبي عند حضرتك، انا عارف ان حضرتك من سوهاج، ممكن تجيبي الحلفه بار كويسه ممكن تنشط عندك الكلى، وممكن تجيبي البذر خله، ممكن تجيبي حلفه البذر الجزر، ممكن تجيبي الدمسيسه، الحاجات دي كلها ممكن تنشط عندك الكبد. يا ريت بس الكنترول لو في اي اتصالات يدخلها عشان الناس اللي منتظره معانا. فيروس سي ان شاء الله هنخصص حلقه كامله عنه. الاستاذه عزه كانت بتسال عن ارتجاع المريء، عندها ارتجاع في المريء من رمضان اللي فات. بنقول لك يا استاذه عزه ان شاء الله عز وجل هاتي قشر رمان وشمر وينسون وكراويه واغلي منه، بس هاتي قشر رمان مثلا 100 جرام و25 جرام شمر و25 جرام ينسون و25 جرام كراويه، وتطحني الخلطه كلها على بعضها وتاخدي عليها على كوبايه ميه وتغليها كويس وتشربي وتحليها بعسل نحل وتشربي مره على الريق ومره قبل النوم، وباذن الله عز وجل هتحسني جدا 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 ان شاء الله عز وجل. واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك وان يعافيك وان يبرئك اللهم امين. كان معانا اتصال من الاستاذ سيد ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه اللهم امين. كان بيسال عن موضوع الغضروف. انا بدي اسال بس هل ينفع ان احنا ان شاء الله عز وجل هنخصص حلقه كامله عن الغضروف، ولكن انت مؤقتا هتجيب زيت كمون وزيت كافور وزيت نعناع وتقلب الثلاثه على بعض وتدهن ظهرك بيهم تدليك قوي على ظهرك ان شاء الله عز وجل تتحسن باذن الله عز وجل. كان معانا اتصال من الحاجه ام احمد، كان من البحر الاحمر، عندها 3 بنات عندهم نقص في الصفائح الدمويه. طبعا التمر خاصه تمر سينا، انت طبعا الغردقه لو حضرتك عديتي قريبه جدا منك النويبع والحتت دي هتجيبي التمر السيناوي وده مفيد جدا لبناتك ان شاء الله عز وجل وتحسنوا عليه. وتجيبي مع الحاجات دي تجيبي قسط بحري وحبه البركه وتطحنيهم ان شاء الله. الحلقه الجايه معذره من كل الناس المره دي انا اسف جدا، انا معلش هرد عليكم كويس لان الوقت ضيق جدا، ولكن الحلقه الجايه هتلاقوا اول ما يعني يوم الثلاث الجاي انتظرونا ان شاء الله، واول ما نيجي نبدا هتلاقوا الوصفات مكتوبه وهننتظر دقائق لغايه لما تكتبوها واحده واحده، وصفات كامله ومظبوطه ان شاء الله عز وجل، وباذن الله عز وجل تتحسنوا عليها. يعني كل اللي اتصلوا بينا ينتظرونا الحلقه الجايه هتلاقوا الرد بتاعهم ان شاء الله في اول ما نبدا الحلقه. كان معانا الاستاذ ابراهيم من الزقازيق، كان بيسال على الكهرباء على المخ، بنت عندها 9 سنين. الكهرباء زادها في المخ ما ينفعش ان انا اقطع الدباكين مره واحده لانه ما اقدرش تماما، بس انا هقول لك هتجيب حاجتين، هتجيب حشيشه الدينار والبنفسج، وبرضه هضيف لك بعض الحاجات الحلقه الجايه هكتبهم، انتظرنا الحلقه الجايه هتلاقي في حاجات مكتوبه ان شاء الله عز وجل تكتبها ورانا. البنفسج وحشيشه الدينار، وتاخد معلقه وتخمرها لمده وتنقعها لمده 12 ساعه وتغليها وتديها للبنت مره على الريق ومره قبل النوم، وتخفف الدباكين مع الدكتور اللي انت تابع معاه، قول له يا دكتور انا عاوز اخفف الدباكين، هيخفف معاك الدباكين نسبه لغايه لما تقضي عليه خالص. مع الحاجه دي مش هيبقى فيه اي تاثير. يوم ما تخلص الحاجه دي اللي ما تخلص الدباكين وتنتهي منه كلمني باذن الله عز وجل اقول لك الحاجه اللي ممكن تعالج عندك الكهرباء زياده في المخ. كان معانا الاستاذ محمد وحلفنا بالله ان احنا نجاوب عليه، معلش يا استاذ سيد هنرد عليه الله يبارك فيك. كان بقاله 7 سنين عنده اكزيما مؤقتا لغايه الحلقه الجايه ان شاء الله عز وجل، في اول حلقه هرد عليك برضه. هتجيب اللهم صل على محمد، هتجيب الحلبه وتغليها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه، تغليها اكتر من مره، وبعد ما تغليها هتروح جاي فارك ايدك فيها تجيب البذر وتعجنه كويس في ايدك، تعجنه كل ربع ساعه، تعجن ايدك بيها شويه في اليوم وان شاء الله تحسن عليها. والحلقه الجايه هقول لك على برضه حاجات ثانيه ان شاء الله بسيطه تتحسن عليها باذن الله عز وجل. واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل، وأن يجزي كل قائمين على هذه القناة وكل القنوات الإسلامية خير الجزاء، وأن يحفظه من كل سوء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين.